اجي نوريكم شنو خدينا من القريه العالميه اللي متواجده في دبي في الامارات الحبيبه الغاليه. القريه العالميه كيكونوا فيها جميع المنتجات ولا جميع الاشياء العالميه. شفتوا الميزه ديال الامارات، شفتوا الميزه ديال الامارات، الله يحفظهم ويطول في عمرهم. حتى الناس اللي عايشين في هذه البلاد خطره في العام كيديروا لهم القريه العالميه. كل بلاد كيجيبوا المنتج ديالهم كيبيعوه، ومن ضمنهم المنتج المغربي ديالنا كيكون في القريه العالميه، كيكون فيها حتى جناح مغربي لا يعلى عليه، من القفطان المغربي ومن كل شيء مغربي، من الطواجن من بلاغي كل شيء، داكشي كاع اللي كيكون في المغرب حطوه لينا في واحد الجناح. كنمشيو عندهم مقصدين، كل واحد كيمشي مقصد الاشياء ديال بلادو. وحنا خدينا من عندهم 8 ديال الطواجن كبار، الطواجن اللي كيهزوا الذبيحه، ما كيهزوش غير 5 كيلو ولا 10 كيلو، كيهزها الطاجين حتى 30 كيلو وما يزيد عليها. هانتوما شوفوا قداش راه ما واخدش حقه في التصوير، شوفوا قداش المهم تثقيل. هذه هي الهويه ديالنا، هذا من ضمن الهويه المغربيه ديالنا. ملي كيتشاف الطاجين كنشوفوا المغرب وما ادراك ما المغرب. الهويه المغربيه حتى هي هنا في هاد الطاجين اللي معروف عالميا، ما معروفش عندي غير انا كمغربيه، معروف حتى في اوروبا معروف. الطاجين المغربي كيبان لهم طاجين الله يجعلو ما يكون شنو محطوط فيه، كيقولوا اكل مروكو. وانا افتخر بيك يا بلادي، كنفتخر بكم يا الامهات الغاليين اللي كتطلعوا من يدياتكم السمن والعسل. وهذا الطاجين المغربي راه كيكون في كل بيت مغربي، ما كاينش كما قلنا كل بيت مغربي متواجدين فيه الطواجن المغربيه. كاين شي بيت خالي من الطاجين المغربي، كاين شي بيت خالي منك يا الطاجين المغربي. كنشكر دولة الإمارات الحبيبة الغالية على القرية العالمية اللي دايرينها لينا باش كيجينا حتى حنا كيوصلنا المنتج المغربي حتى لدولة الإمارات. يعني ما كنحسوش بالغربة، أي حاجة بغيناها كنلقاوها في الإمارات. يعني ماشي غير القرية العالمية، كاينين حتى محلات كيبيعوا الأشياء المغربية. الله يحفظهم ويطول في عمرهم. وتا هي كتعتبر بلادي حيت قضيت فيها الربع من عمري. كما كيقولوا الناس الاولين، الانسان لا سافر عند شي حد مشى ضيف وجلس عنده 40 يوم وكل نهار كلا خبيزه تكمل 40 يوم، راه كيولي منهم وفيهم. وراه بحال هكا قال لك اللي كيكون عند الناس وما كيشكرش خير الناس وما يشكرش ديك البلاد اللي هو فيها